بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى ان انتوا تظهروا معايا. اتمنى ان انا اشوفكم، بس يعني ان انتوا تكونوا ظاهرين معايا دلوقتي. يعني عايزه اشوف معايا الناس. عايزه اكلم الشعب المصري، الشعب الطيب، الشعب الاصيل، الشعب المحترم. يعني اتمنى ان الناس كلها تظهر معايا. مساء الفل عليكم، مساء الهنا، مساء الجمال عليكم. انا بمسي عليكم احلى مسا على الشعب المصري، احلى مسا عليكم. النهارده انا قلت اطلع اعمل البث دوت علشان خاطر اقول للناس كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله السنه 21 ان شاء الله تكون سنه، تكون جميله، سنه تكون سعاده عليكم. وطالعه كمان عشان اقول للاخوه المسيحيين كل عام وانتم بخير، عيد سعيد عليكم. عايزه اتكلم كمان واقول ان مفيش فرق ما بين المسلم والمسيحي. احنا كلنا على ارض واحده، على وطن واحد. احنا كلنا اخوه. كلنا يعني كلنا في وطن، كلنا في وطن واحد، كلنا بنخاف على عرض بعض. كلنا نبقوا مع بعض كده، وتبقى السنة دي تبقى سنة يعني جميلة وسنة كويسة. سنة مليئة بالحب والأمان ومليئة بالستر لكل واحد. يعني وبشكر كل الإخوة المسيحيين لأنهم ناس محترمة جدا. وعايزة أقول لهم مليون كل سنة وانتم طيبين، لأني بحب كل الإخوة المسيحيين صراحة. وان الاخوه المسيحيين دول يعني ناس برضك كويسه وناس محترمه وناس عظيمه. ناس عملت برضك في حرب اكتوبر، ومنهم كان في الدكتور في الحرب اكتوبر، وكان في الضابط، وكان في الجندي، والناس دي برضك يعني زينا بالظبط على ارض وطن واحد. انا لما سمعت الحادثه اللي هي بتاعت السيده سعاد، اللي هي سيدة القرن اللي هي اتعرت، طبعا انا زعلت عليها. السيدة دي انا مش عايزة اقول انها سيدة مسيحية، لاني انا ما بحبش اقول كده. انا بقول السيدة المصرية، السيدة المصرية. عايزة اقول لها ما تزعليش، ما تتضايقيش. ما تتضايقيش. السيدة سعاد ثابت، سيدة القرن اللي كرمها الرئيس الرئيس السيسي، الرئيس السيسي. عايزة اقول لها انتي ست محترمة وست عظيمة. كل المصريين بتحبك، كل المصريين بتقول للسيدة سعاد ثابت اللي هي اتعرت، السيدة المسيحية اللي هي اتعرت، بنقولولك كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي يعني بخير وكلنا اخوة. مفيش حاجة اسمها لا مسلم ولا مسيحي، في حاجة اسمها اخوة، وفي حاجة الاحترام الاديان. انا ارجو من الشعب المصري ان كله يحترم الاديان. كل واحد ليه دينه، كل واحد ليه عقيدته، كل واحد ليه فكره. احنا بنحترم الاديان السماوية كلها، بنحترم الاديان السماويه كلها. واحنا كلنا دلوقتي عايزه كل المصريين اللي بتتفرج عليا تقول لكل الاخوه المسيحيين كل سنه وهم طيبين، كل سنه وهم بخير، كل سنه وهم بسعاده، كل سنه وهم في امن وامان. هم اخوه معانا واحنا على ارض وطن واحد. وبرضك انا مش بقول للاخوه المسيحيين بس كل سنه وانتم طيبين، انا بقول لكل الشعب المصري، لكل الشعب المصري حبيب قلبي، لكل المصريين كلهم سنة جديدة سعيدة، سنة جديدة سعيدة على عليكم وعلى اولادكم وعلى احبابكم وعلى مراتاتكم وعلى امهاتكم وعلى ابهاتكم. السنة الجاية ان شاء الله كل واحد عنده حلم ان شاء الله يتحقق. ان شاء الله كل اللي عنده حاجة جميلة نفسه فيها ان هو يحققها. كل شاب عايز يخطب وعايز يتقدم لواحدة ربنا يوفقه، وتبقى السنة الجاية تبقى في بيته وتبقى مراته. كل اب نفسه يحج، كل ام نفسها تحج. ان شاء الله السنة الجاية تبقى عند النبي يا رب تحج. آه يعني انا بقول لكم كل عام وانتم بخير. عايزاكم تكتبوا في الفيديو دوت لكل الاخوه المسيحيين، لكل الاخوه المسيحيين كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في هنا وفي سعاده.
عايزاكوا تعاملوا الاخوة المسيحيين، مش هنقوله هم مسيحيين، هنقوله احنا على ارض وطن واحد، احنا مصريين. احنا يعني ايه، كلنا قاعدين في وطن واحد في ارض واحدة. خلي بالكم المسيحيين دول لا يقل دورهم عن اي واحد مسلم. ليه لا يقل دورهم؟ في حرب اكتوبر كان في الضابط، كان في المهندس، كان في كان يعني كان في الطيار، كان في الجندي، كان في الدكتور. في حرب اكتوبر كانت الدكاتره هي اللي بتشيل الدكاتره المسيحيين، كانت هي اللي بتداوي المسلمين، كانت هي اللي بتداوي المسلمين. فما ينفعش نقول مسلم ومسيحي، لا، ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي. في حاجه اسمها ان احنا اخوه، في حاجه اسمها احترام الاديان السماويه، في حاجه اسمها حب و... و... واخوه. في حاجه ان انا احترم عقيدتك وانت تحترم عقيدتي، في حاجه ان انا احترم دينك وانت تحترم ديني، في حاجه ان كلنا نحب الخير لبعض، في حاجه ان كل الاديان نازله من عند ربنا سبحانه وتعالى، في ان انتم لازم كشعب مصري محترم، شعب مصري اصيل، ان كل المسلمين تقول دلوقتي كل سنة وانتم طيبين للإخوة المسيحيين، وكل المصريين بردك تقول للسيدة سعاد ثابت، السيدة سعاد ثابت سيدة القرن، ما تزعلش ان هي اتعرت، ما تزعلش ان هي حصل لها كده، ما تزعلش ابدا ابدا ابدا. احنا كلنا في ظهرها، احنا كلنا زعلانين عليها. الرئيس السيسي ذات نفسه قدم للسيدة سعاد ثابت السيدة المسيحية، قدم لها اعتذار، لان اللي حصل ده لا يقبله بشرع ولا بدين ولا يقبله اي حد. مفيش اي حد يقبل يعني في كل الاديان السماويه ان اي ست تتعرى مهما كانت ديانتها، مهما كانت ديانتها. ما ينفعش ان الست دي كانت تتعرى، او ست كمان مسنه. يعني انتوا عارفين يعني ايه ست مسنه؟ يعني ست تعدي 75 سنه وتتعرى. يعني احنا عايزين نقول لها، كل المصريين المحترمه نقول لها احنا اسفين، احنا بنتاسف لك واحنا اسفين، وبنقول لها في العيد بتاعك بنقول لك يا ستي كل سنه وانتي طيبه، كل سنه وانتي بسعاده. بردك عايزين نقول لا تعقيب على حكم القضاء، لا تعقيب على حكم القضاء، لان بردك القضاء تقريبا برأ ناس، وفي ناس تانية دخلت السجن في القضية دي. فلا تعقيب على حكم القضاء. وانا مبسوطة خالص ان انا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي. وما كنتش عايزة اقول كمان يعني مسيحي، انا عايزة اقول كل المصريين، لاني ما بعتبرش ان في حاجة يعني مسلم ومسيحي والكلام دوت. لا، هي كلها اديان من عند ربنا، هي كلها يعني كل واحد له دينه. انا عايزة اقول خلاصة الكلام ان انتوا كلكم في الفيديو دوت تقولوا كل سنة للإخوة المسيحيين كل سنة وهم طيبين، كل سنة وهم بخير وبسعادة. عايزة اشوف بقى الشعب المصري حبه قد ايه، حبه قد ايه، وطيبة قلبه واخلاقه ويعني ايه، ومعدن الشعب المصري ان هو يعني يعلق دلوقتي بكل سنة وهم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير، كل سنة وانتم بسعادة للمسيحيين وللمسلمين. ويا ريت لو جارك مسيحي او جارتك مسيحية احنا ناكله ونشربه ونتعاملوا عادي، لاني اقسم لكم بالله الاخوة المسيحيين فيهم ناس كتير جدا 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 جدا، ناس محترمة، ناس محترمة جدا، ناس محترمة. محدش يا جماعة بيختار دينه. انا اتولدت لقيت نفسي مسلمة، المسيحي اتولد لقى نفسه مسيحي، اليهودي اتولد لقى نفسه يهودي. محدش بيختار، زي ما بتختارش اسمك زي ما بتختارش دينك. فنرجو التعامل، يعني التعامل يبقى ببساطة، ببساطة. انت ليك فكرك ودينك وعقيدتك
وليك ان انت بتفكر ازاي في بينك وبين ربنا، وهو ليه فكره وعقيدته. ملناش دعوة، ملناش دعوة. انا صراحة اما بشوف اي عدوانية ضد اي مسيحي انا بزعل. انا بزعل انا بزعل ليه؟ ما كل واحد يا جماعه له دينه. ليه الحوادث الكتير اللي بتحصل للمسيحيين؟ ليه يعني انا عايزه افهم. ده احنا عايشين في وطن واحد. يعني ممكن انا دلوقتي هي شقتي اهي جنب جاري المسيحي، لو حصل لي حاجه جاري المسيحي مش هيسيبني، ولو انا حصل للمسيحي حاجه انا مش هسيبه. فاهمني؟ فليه المعامله من الارهابيين والناس الجهله، المعامله ليه ضد المسيحيين بالطريقه دي؟ انا عايزاكم تثبتوا العكس دلوقتي، وعايزاكم تثبتوا ان تفكير المصريين تفكير ناضج، وتسيبكم الناس الارهابيه، وكلكم تقولوا للمسيحيين كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وهم طيبين. دي مش عايزه انا لوحدي اللي اقولها، انا عايزه مصر كلها تقولها، مصر كلها تقولها. يعني انا مش عارفه اقول والله العظيم ثلاثة. انا بشوف راجل مسيحي بيجيب البونبوني، وفي العيد بتاعنا بيفرق على الاطفال الكراميلا والبونبوني والحاجات. وبشوف بردك في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، بشوف المسيحي بيطلع حلاوة المولد وبيديها للناس. احنا مش اقل منهم عشان هم يعملوا كده واحنا ما نقول لهمش كل سنة وانتم طيبين. لا، هم كويسين، احنا كمان كويسين كمسلمين، احنا كمان كويسين. انتوا بتعملوا كمسيحيين واحنا بنعمل كمسلمين، واحنا في الاول وفي الاخر احنا اخوة، احنا على ارض وطن واحد. يعني لو مصر تم فيها حرب، اول ناس هتقف معانا هي المسيحيين، مش هتسيبنا. زي في حرب اكتوبر كان في ناس كتيره، ضباط، دكاتره، مهندسين، ممرضين، كل دول كانوا مسيحيين، وكانوا واقفين وقفه رجاله مع المسلمين في حرب 73. فما ننساش دوت، وتعلقوا وتقولوا كل سنة وهم طيبين، وكل سنة وحبايبي المصريين كل سنة وانتم بردك طيبين، كل سنة في هنا وفي سعادة، كل سنة وأنا شايفة مصر بتتقدم، مصر بلدي، مصر عرضي، مصر وطني. مصر دي بالنسبة لي الغطا اللي أنا بتغطى بيه. مصر لو مش في أمان أنا مش في أمان. مصر لو مش على ارض صلبة انا مش في ارض صلبة. ليه؟ لان مصر ديت هي المكان اللي انا بنام فيه انا وولادي. دي الستر اللي بيسترني انا وولادي، حتى لو انا مش لاقي اكل، حتى لو انا ظروفي زي الزفت، حتى لو انا انا بحمد ربنا عز وجل على نعمة الامن والامان، ان مفيش حرب في بلدي. مفيش حرب، مفيش يعني مفيش حد زي 25 يناير دخل يتهجم عليا او يتهجم على عيالي، او حد مثلا حرب زي اللي في داعش والناس ديت اللي هم بييجوا بيعملوا ارهاب والكلام ده كله. الحمد لله انا قاعده وباكل وبشرب وبنام، ومفيش حد يقدر يخش يهاجمني. دي عندي بالدنيا كلها الحمد لله. ربنا يجعل مصر احسن دولة في الدنيا، ربنا يجعلنا في امن وفي امان، ربنا يبعد عنا الفتنة ما بين الاخوة المسيحيين والاخوة المسلمين. احنا على يد، احنا ايد واحدة وعلى قلب رجل واحد. ومتشكرة من حضرتك.